ده منظر يمثل بسم الله ما شاء الله الله اكبر ولاد الملك رمسيس الثاني، هو واخدهم معاه في المعارك الحربيه بتاعته. الملك رمسيس الثاني ما سابش معبد غير لما رسم المعارك بتاعته عليه، وكمان كان بياخد ولاده معاه، اقل عدد 6 من الامراء. وزي ما انتم شايفين الضفيره الملكيه اللي هي بتتحط في الجانب، يعني دول كانوا شباب مرحله مراهقه، ما وصلوش لمرحله الرجوله او مرحله الشباب، لا لسه صغيرين، بياخدهم معاه في ايه؟ في المعارك الحربيه بتاعته. واحب اقول لكم ان الملك رمسيس الثاني كان بياخد كمان ستاته معاه، والله. عشان كده هتلاحظوا ان احنا كمصريين ما بنخافش الموت، ملهاش لازمه ان احنا نعيش لو في كسر للكرامه، سواء ستات او رجاله او اطفال. بجانب ان في حاجه مهمه انا عايزاكم تعرفوها، ايه هي؟ من كان الملوك المصريين بيكونوا هم في الصداره وولادهم والعساكر في الاخر. الصداره دايما للملوك، هم اللي بيخرجوا. لما ملك بيبعت قائد جيش او بيبعت حد عادي في اي معركه تأديبيه، بيكون نوع من انواع تقليل من العدو، اللي هو مش مستوى ان انا اخرج لك، فاهمين؟ تعالوا بقى اوريكم منظر تاني عشان تعرفوا ازاي تفرقوا ما بين الامراء وما بين الجنود العاديه. منظر زي ده بيوضح لينا معركة دابور او معركة قادش. يعني الملك رمسيس الثاني عمل معارك كتير قوي مع الحيثيين، وكل الكلام ده كانت على ارض سوريا. فدي كانت قلعة هناك للحيثيين، ما هم كانوا موالفين على بتوع قادش عشان تكونوا عارفين. فالملك رمسيس الثاني طبعا مرسوم بالحجم العائلي ده عشان هو مقامه عالي جدا. وهتلاحظوا اللبس والالوان مختلفه. هتلاحظوا هنا العجله الحربيه دي، دول الحيثيين بصوا بيجروا ازاي هربانين. يعني هو الملك رمسيس الثاني في الصداره، ودول الحيثيين بيجروا وهم خايفين عايزين يروحوا فين؟ يحتموا في القلعه. في القلعه بقى في ناس بصوا زي ما انتم شايفين عماله تقع وتقع، وفي ناس هنا بيداسوا زي ما انتم شايفين. حتى اعداء هنا في منتهى الجمال والشياكه والالوان، في حين ان المصريين لا، في بساطه، اللبس الابيض الشنديد فقط. ليه؟ لان اللبس ده كان عائق، اللبس الكتير كان عائق. كان سهل قوي ان اي جندي يشد اي حد من هدومه في ساعتها من خلال السيف الخبش، سهله، هبقى اوريكم ازاي. فاللبس كان عائق، والشعر كان عائق. كان سهل قوي ان على اي جندي مصري يجيب واحد من دقنه او من شعره. فكان يجب على المصريين قديما ان هم يلبسوا لبس ما يذلهمش، ويشيلوا شعرهم علشان ما يذلهمش. بيلبسوا بواريك عشان لو شد باروكه تقع في ايده. ما ينفعش شعر هيجيب الراس. ده كان فكر المصريين القدماء حوالين لبسهم البسيط، علشان يبقوا اكثر سرعه واكثر زي ما تقولوا كده دهاء. طبعا انا قلت لكم في الجزء الاولاني ان الملك كان بياخد 6 ويمكن اكتر ويمكن اقل. هنا بقى كان واخد 6. تعالى اوريكم فين ال6. قلت لكم اولا الضفيره الملكيه اللي هي بتكون على جنب كده وفي صلع، الحته دي ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 6. وفوق دول بقى جنود مصريين عاديين في الصدارة. يعني الملك عنده ان الشعب زي الجيش، زي ولاده. عشان كده لما انا باجي اتكلم عن الملك طهاركا، بالنسبة لنا ان هو عمل لنا اذلال، ان هو ساب بيته بمراته بابنه. الملك رمسيس الثاني لا، ما يسيبش، كلهم يا مع بعض يرجعوا مع بعض يا يروحوا مع بعض. مفيش حاجه اسمها ان انت اول هدف ان انا اهرب انا واهل بيتي، لا، هما في الصداره. معركه دابور. في ناس هتقولي يا نيرفانا انت جايبه صور ملونه، مش هي دي اللي على الحقيقه. الصور على الحقيقه ما فيش فيها الوان، ما فيش فيها التفاصيل، ان انا لو جبت لكم منها صوره هتبان. فالاجانب الله يبارك لهم عملوا ايه؟ بيرسموا اللوحات دي علشان يوضحوا عليها الشرح. لكن الرسومات دي موجوده على معبد ابو سمبل، وعلى معبد الوالي اللي موجود في النوبه باين، او على معبد الرامسيوم. الرسومات متوزعه على اكتر من اثر. المصريين القدماء كانوا ليه بيبنوا اثر؟ عشان يحطوا عليه المعارك. والله. فالملك رمسيس الثاني موثق لنا حاجات كتيره.